ازيكم يا احلى نجوم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنتكلم عن توقعات يوم السبت 16 اغسطس 2025. السبت جاي ومعاه موجة طاقة ايجابية، كأنك بتتنفس نسمة هوا حلوة في عز الحر. اليوم ده بيشجعك تبدأ بداية جديدة او تجدد حماسك في الشغل، العلاقات وحتى روتينك الشخصي. لكن علشان تستفيد من كل الفرص محتاج شوية تنظيم وتركيز، وكمان ما تنساش تضيف لمسة حب وود مع الناس اللي حواليك. يلا بينا نشوف تفاصيل كل برج ونشوف اليوم ده هيكون عامل ازاي معاك. برج الحمل، طاقتك النهاردة عالية لدرجة هتخلي اللي حواليك ياخدوا بالهم من نشاطك. في الشغل عندك فرص تفتح لك أبواب جديدة، سواء مشروع جديد أو ترقية، فاستغل النهاردة عشان تبين قدراتك وتثبت إنك قد المسؤولية. أما عاطفيا فالنهاردة وقت مثالي تقول كل اللي جواك، وشريكك هيفرح بكلامك وهيقرب منك أكتر. أما صحيا فخد بالك من نفسك، حتى لو بتمارين بسيطة أو مشي نص ساعة هتفرق في نشاطك جدا. برج الثور، الفلوس والمصاريف النهاردة واخدة مساحة من تفكيرك، ممكن تلاقي فرصة تزود دخلك أو تستثمر حاجة صغيرة تجيب لك فايدة حلوة. لكن أهم حاجة إنك تتحرك بحكمة. في الشغل الصبر هيكون مفتاح النجاح، خصوصا لو في ضغط أو تأخير. الحب مستقر، لكن لو ضفت شوية اهتمام هتلاقي الجو أدفى وأحلى. أما صحيا فاهتم بالأكل والنوم الكويس عشان تحافظ على طاقتك. برج الجوزاء، يوم مليان حركة وكلام ومكالمات ورسايل واجتماعات، وكمان أفكار جديدة ممكن تغير مسارك لو عرفت تستغلها صح. في الحب الصراحة النهاردة هي الحل لأي سوء تفاهم، افتح قلبك واتكلم بوضوح، وحاول تبعد عن الأفكار السلبية اللي ممكن تسحبك لتحت. أما صحيا فحافظ على شرب المية عشان مخك يفضل صاحي وجسمك نشيط. برج السرطان، البيت والعيلة واخدين النصيب الأكبر من وقتك النهاردة، ممكن تلاقي نفسك بتتعامل مع مسؤوليات جديدة أو مواضيع محتاجة منك هدوء وتفاهم. في الشغل لو نظمت وقتك هتلاقي كل حاجة ماشية بسهولة. أما عاطفيا فالجو هيكون هادي ومليان دفى لو انت حافظت على هدوءك ومنجرفتش لأي نقاش سخن. برج الأسد، ده يومك للتعبير عن طموحاتك. في الشغل ممكن تتحرك خطوة لقدام، سواء بترقية أو مشروع جديد، خصوصا لو عرضت أفكارك بشغف. الحب محتاج تجديد، حتى لو حاجة بسيطة زي مثلا مفاجأة أو كلمة حلوة هتعمل فرق. صحيا بقى حاول تظبط مواعيد نومك، لأن ده هينعكس على نشاطك طول اليوم. برج العذراء، الدقة هي كلمة السر النهاردة، كل حاجة في الشغل محتاجة تركيزك الكامل، ودي فرصة توري للكل قد ايه انت نشيط وشاطر في التفاصيل. العيلة محتاجة دعمك العاطفي، كلمة تشجيع أو مساعدة صغيرة هتفرق معاهم. صحيا قلل التوتر وخد بريك صغير، حتى لو بس تشرب شاي بهدوء. برج الميزان، اليوم مفتوح على فرص اجتماعية جميلة، سواء مقابلات جديدة أو لما مع ناس بتحبهم. في الشغل هتقدر تلاقي حلول وسط مع زمايلك، والجو هيكون أسهل وأخف. في الحب الأمور ماشية في طريقة تطور لو اتعاملت بهدوء وصبر. برج العقرب، دماغك النهاردة شغالة زي الكمبيوتر، وده هيساعدك تحل مشاكل سواء في شغلك أو حياتك الشخصية. في الحب الصراحة هتفتح لك أبواب، لكن خليك لطيف في طريقة كلامك. أما صحيا فوفر وقت تهتم فيه بنفسك، حتى لو ب10 دقايق هدوء أو ممارسة حاجة بتحبها. برج القوس، النشاط باين عليك من أول اليوم، وعندك حماس تخليك تنجز كتير. في الشغل استغل الفرص لكن ما تندفعش. في الحب حاول تتواصل بهدوء وتستمتع أكتر للطرف التاني. أما صحيا فالنشاط البدني هيكون ممتاز ليك النهاردة، حتى لو رياضة خفيفة. برج الجدي، اليوم فرصة ممتازة ترتب شغلك وتخلص المهام اللي كنت مأجلها. البيت كمان محتاج منك اهتمام وتنظيم، حاول توازن بين الجهد اللي بتحطه في شغلك ووقتك مع عيلتك عشان ما تحسش انك منهك او تعبان اخر اليوم. برج الدلو، الابداع في اعلى مستوياته، وافكارك النهارده هتكون ملفتة. في الشغل اعرض مقترحاتك بثقة وهتلاقي تقدير. في الحب في فرصة لتجديد العلاقة أو خلق لحظة خاصة بينكم. صحيا نظم وقتك وخلي فيه مساحة للراحة النفسية. برج الحوت، النهاردة مناسب إنك تقف شوية وتفكر، تعيد شحن طاقتك وتراجع نفسك. مشاعرك عميقة وده وقت مثالي إنك تفتح قلبك للي أنت بتحبهم. أما صحيا فخد بالك من جسمك واديله حقه من الراحة، سواء نوم كافي أو أكل صحي.
ودي كانت كل توقعاتنا عن يوم السبت 16 أغسطس 2025. السبت ده مليان طاقة وفرص، لكن السر في الاستفادة منها هو التوازن بين العمل والحب والراحة. نظم وقتك، خليك متفائل ووزع طاقتك بحكمة. ربنا يجعل يومك كله بركة ونجاح، ويبعد عنك أي تعب أو زعل. وما تنساش لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بنزله. ودلوقتي هقول لكم باي باي يا أحلى نجوم.